عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا كويسين. طبعا احنا كنا متكلمين من يومين ثلاثة على ان احنا طبعا صفحتنا على تيك توك زمالك فوريفر هنتكلم فيها هنقيم اللعيبة بعد كل مباراة. طبعا جمهورنا اللي يبقى حابب يتابعنا ويدعمنا وكده هننزل له طبعا قبل الماتش بيوم توقع. التوقع ده لو قالوا صح، توقع نتيجة المباراة صح، هيبقى فيه هدايا. وأول هدية معانا إن شاء الله بكرة بعد ماتش الزمالك هتكون هي تيشيرت الزمالك الجديد، النسخة الجديدة لسه نازلة. تمام. طبعا شروط التوقع هيكون لايك وكومنت واكسبلور للفيديو. تمام. و... وطبعا لو حابب تتابعني عادي، يعني اتمنى يعني هعجبك ان شاء الله. تمام. ولو ما برضه ما تابعتنيش عادي، يعني ما فيهاش حاجه، ما فيهاش مشكله. احنا طبعا هنتكلم النهارده هنتوقع. طبعا انا كنت قايل ان احنا عايزين قبل الماتش كده كل الزملكاويه طبعا الزمالك جمهوره عظيم فاحنا كنا قايلين ان احنا نتوقع التشكيله قبلها بيوم، وكل اللي عنده تشكيله مثلا حاببها او حاسسها ممكن تبدا يقولها في الكومنتات طبعا. تمام. فانا هقول التشكيله بتاعتي، ويعني اتمنى رايي يعجبكم يعني. هو التشكيله مش هيبقى فيه تغيير عن ماتش الاتحاد، لان هي ماتش الاتحاد كانت التشكيله الانسب لماتش الزمالك عامه اللي فات، فهو غالبا برضو ماتش المصري عمره ما هيغير التشكيله هتبقى هي عادي. في حراسه المرمى طبعا عواد، قدامه الونش وعبد المجيد. طبعا عبد المجيد بقاله فتره بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. الولد بقى فايق قوي قوي قوي، الله اكبر، لعيب محترم. هو كان في الاول وحش وكده بس عادي، طبعا احنا كلنا عارفين. طب ما بدايه الونش كانت مش حلوه، بس الونش اشتغل على نفسه ودلوقتي من افضل مدافعين مصر. يعني معروف هو، بس لولا طبعا القدر بتاع ربنا الصليبي والحاجات دي هي اللي وقعت الونش شويه. بس طبعا الونش لما بيرجع فورمته مفيش لعيب في مصر بيعرف يجيبها. يعني الونش طبعا حدث ولا حرج، يعني لعيب كويس قوي قوي قوي. طبعا مجيد طبعا بسم الله ما شاء الله عليه، ولو استمر هيبقى مدافع مصر يعني الاثنين قدام كتير قوي لان هو كويس قوي. طبعا عمر جابر، احمد فتوح. طبعا الاثنين الماتش اللي فات عملوا ماتش قدام الاتحاد السكندري، الله اكبر، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه، الله اكبر. قدامهم دونجا اللي ابتدى يتحسن وابتدى يشتغل على نفسه، اتمنى ان هو يستمر طبعا، ويعني يفكوا بقى من السوشيال ميديا والاعلانات والاحتفالات الغريبه اللي ملهاش معنى وكده. اتمنى ان هو يعني يكون يركز في الملعب بس، لانه لو ركز في الملعب دونجا ده لعيب كويس، فهو لو ركز في التدريبات والملعب والماتشات وكده هيبقى من احسن سته في مصر كلها. هو لسه ما وصلش لاحسن سته في مصر، هو بس لو اشتغل على نفسه يوصل لاحسن سته في مصر بكل سهوله. بس هو يشتغل على نفسه ويسيبه من السوشيال ميديا والاحتفالات اللي ملهاش معنى والكلام ده بس. طبعا محمد شحاته وعبد الله السعيد طبعا ده يعني ما يعني كل يعني لازم لما نقول عبد الله السعيد نقف، يعني لازم عبد الله يضرب له تعظيم سلام. لعيب مش طبعا شحاته. طبعا احنا قلنا شحاته كنا منتقدينه وجمهور الزمالك طبعا انتقده من فتره، لانه فعلا ما كانش مش احسن حاجه. شحاته اللي احنا شفناه في الاول بعدين رجع خاب، بعدين ما فاقش ما شاء الله من ماتش الطلائع اللي هو اللي قبل الاتحاد اللي فات اللي تعادلنا فيه 2-2. كان شحاته قوي قوي وفايق قوي. وماتش الاتحاد اللي فات برضه شحاته كويس، فلو استمر برضه شحاته هيبقى كويس جدا، هيساعد دونجا والدنيا تبقى جميله جدا في نص الملعب. وطبعا سلامات يعني ناصر ماهر ورب يرجع بالسلامه. طبعا في الثلاثه اللي قدام هيبقى زيزو، ويعني بقولها غصب عني مصطفى شلبي. يعني مصطفى شلبي مش عارف، مصطفى شلبي مع انبي كان كويس جدا، جه الزمالك مع الله اعلم ايه اللي حصل. في لعيبه كده عادي ممكن تلعب في الزمالك بس ما بتبقاش يعني لعيبه ما بتعرفش تلعب في اهلي وزمالك عامه. فهو ممكن يكون مصطفى شلبي من عادي توتر، بيخاف من الجمهور، بيزعل، يعني الله اعلم. انت كلاعب في الزمالك لازم تستحمل الضغط، لان انت في لاعب من اكبر انديه افريقيا، يعني بل هو الاكبر. بس هو انت شلبي لازم تركز، لازم تركز طبعا. قدام طبعا حبيبنا وحبيب جمهور الزمالك واللي حارق دمهم لحد يومنا هذا وكل حاجه، الاسطوره ناصر منسي. بس اتمنى ان انتوا تكونوا يعني التشكيله عجبتكم. تمام. وبرضه لو ما عجبتكمش ادونا في الكومنتات تشكيله برضه او رايكم تعديله بتاع كده برضه عادي، يعني عادي الكومنتات مفتوحه وانا هرد على الكل. اي حد هيبعت كومنت انا هرد عليه. تمام. والمهم احنا عايزين شروط طبعا بقى التوقعات قبل نتيجه الماتش.
هتتوقع النتيجه، تمام، واللي نتيجته صح بس عامل الشروط ليه تيشيرت الزمالك الجديد اللي لسه نازل اسود ابيض. شوف هو بقى عايز انهي، يعني هو الاسود لسه هيتلعب بيه بكره ان شاء الله، تمام، الابيض هو اللي اتلعب بيه ماتش الاتحاد. فاللي هيكسب من حقه يختار اللون اسود ابيض، تمام. هتعمل لايك، تمام، وكومنت، وعايزك تعمل ريبوست للفيديو، تمام. شكرا، اتمنى تكون عجبتكم.